أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ما نلعب. حلقتنا اليوم شنهزكم معايا لعالم الحلبة الرينج. ضيفتنا اليوم بطلة تونسية وبطلة أولمبية. أميمة مرحبا بك. مرحبا بك عايشة. طفلة وتعمل بوكس أي حاجة عادية، أما هي ما كانتش حاجة سهلة من المرة الأولى. تعرفوا طفلة وبوكس يعني هذه حاجة معروفة للأولاد أكثر حاجة. حبيت نكسر القاعدة هذه شوي، إنه خاصة أنا عائلتي كانت ضد هذا الكل، وأنا بديت أصلا كذبة إنه قلت لهم اللي أنا بديت نعمل في جيمناستيك، لأنه عمري صغير عمري 11 أو 10 سنين اللي أعمل في جيمناستيك، وكنت أصلا نمشي نترين بعد القراية يعني ما يعرف حتى واحد. من بعدها ماما شلقت بي اللي أنا نكذب، فلأنه خويا وبابا ضد هذه الجملة يعني. فماما جت معي للصالة وشافتني خاصة اللي أنا في الصالة وكلها أولاد أنا الطفلة الوحيدة، فماما جت تتفرج فيا وشافت كيفاش يتعاملوا معايا كل شيء، فوالدة تشجعني. هي أصلا تشجع فيكي حتى تخبي علي معنا على خويا وبابا. قديش قعدت تترين باش قلت لها من جيت ترين بوكس؟ يمكن عام ونص. عام ونص؟ عام ونص. هما في بالهم جيمناستيك. كنت نعمل أصلا لوتو بوكس تزوز مع بعض. لوتو بوكس. كيفاش كانت ردة فعل بوك وخوك يسمعوا كلين ترين بوكس؟ أخذت الضرب أكيد هذيك. أكيد أخذت الضرب، أما ماما كانت وقفت لهم إنه بنتي وأنا حرة فيها شنو هي تعمل، ويتوصلني ويترجعني. حتى الأولاد اللي يترينوا معي عرفتهم ولا هم يوصلوني في نص ثنية وماما يقسم ثنية. أول شامبيونات لعبتها وقتها خذيت كوب ميور بوكسوز على طول يعني. إنه شنو يدخل شوية فلوس فيها مستقبل مع شنو حتى قرايتي. إنه شنو عيطولي وقتها نادولي اللي سبورتيف في المنزل اللي أنا مقدمتش هم اللي عيطولي، فماما قالت لي يلا نمشي معاك، وحتى وأنا في ظهرك يعني مستحق حتى واحد. تلقيت دعم يعني من العائلة؟ ماما أي أكيد دز حتى مرات أكيد نروح في الليل مخر شنو يشتغل عزري ما نعرف شنية طفلة تعمل بوكس شوف وقتش مروحة أو شو صحابها الأولاد ما نعرف شنية أو خشمتها يتكسر تتولي تمشي تدس في صدرها نعرف شنية بدنها تو يفسد معش يعرس بها حدا واحد مشي اللي يعني شلون يكون في غولاسيون الجملة يعني شنية باش نصحب بين عزري ولا حاجة من هكا راجل كيفه. كانت يعني ضد الكل يعني المجتمع كان هكا. كانت صعيبة. اي اما ماما وقفت معي. ماما تقول حتى في لونترينمون مرات نفد ما نمشيش لا تقول لي بالسيف عليك تمشي وتعطي لي الفلوس وتكلم الكوتش نتاعي ويجيني حتى للدار انه يجي ياخذني. قداش قعدت تترين بوكس؟ توا عندي 14 سنة. لعبت في خارج تونس ولا تونس؟ اي لعبت سينيور وقت خاطر انا صغيرة وحدة في المنتخب. كيفاش كانت اول مباراة؟ داخلة نرعش بكلي ما قدام وثقل تالي. ربحت ولا خسرت؟ اكيد ربحت. اصلا حتى الكوتش بتاعي تعرفي نحب الغناء الهندي وما نعرف شنو، كلمة الدي جي باش يحط لي بين الرود والرود الاغاني باش نبدا تمروح عليا وتقول لي غني باش تخرجني من المود، والحمد لله يعني. بعد اول ماتش خلاص بديت نتعرف في تونس، حتى دي صالات في تونس عيطوا لي اجا معنا حتى سيونس واحده نعطي فلوس ما نعرفش شنو اجا عنا حتى الخدمه اللي بديتها في تونس مش انا اللي قدمت فيها هما اللي كلموني بالتليفون اجا نحبوك تريني عنا هكا. قداش مرة ترين في النهار باش ندخل شوي في حياتك؟ شوف أنا كنت سبيشاليتي بتاعي بوكس قرايتي في ليسي سبورتيف في المنزل، فنترينا 3 مرات في النهار، ساعتين الصباح ساعة في الليسي وساعتين في الليل يعني في العشاء. أي وخاصة كنا نبدو في الستاج ذاك لازم نوم وماكلة انترينمون 3 مرات يعني تطول شوي للسيونس أكثر من السيونس العادية. في التحضيرات كتب عندكم بطولة على شنو تركز انت اليوم؟ على الفيزيك، لازم الفيزيك يطيح لك السفل صايي مشيت ياكلك الادفرسير ياكلك ماكله، فلازم يعني اكثر حاجه نمشي على الفيزيك مش الفيزيك انه شنيه جاري اكاهو لا، فما اللي هي مثلا الساك نتاع الدفخاب، فما برشا حاجات تاع البوكس يعني الفيد تكنيك ما يعني اي حتى التكنيك اقل حاجه يمكن 8-9 راوندات يعني لازم اكثر كونتاكت نعملوه مع الاولاد خاطر باش تشوف باش تتطور في البوكس لازم يا واحد الناس نفس النيفو يا واحد اقوى منك تحت. يعني كنت تترينا مع اولاد؟ ايه كنت تترينا مع اولاد. لونترينمون تعبت سبانينج مع اولاد؟ مع اولاد معنا زاده في الكيب ناسيونال تعرف مخلط بنات ولاد، وزاده معنا مع العسكريه حرس شرطه حتى انا الجزرنا ندخل لها يعني انا واخدت بنت الكيب ناسيونال ينادوني غادي كنمشي. هذا اللي يخليك تزيد تقوى في النيفوات. اي الحمد لله يا ربي. انا 4 سنين ميور بوكسرز في تونس. اصعب بارتي لعبت اللي ما تنحتش من بالك؟ اصعب بارتي مختا فما اول
تورنوا ليا في تونس لهنا مع كندية. وقتها هو كان ستاج، في آخر ستاج يكون تورنوا. فأنا وقتها الكلهم جاي يحكوا معي اللي زربيتر اللي كوتش الكل إنه ما تخافش ومن عشنية. وقت مازلت صغيرة طلعت لي زرسة العقل فمي هكا. فأنا تعرف البوكسير عنده سمعته، فما نجمش نجبت ونقول ما نجمش نجي خاطر عندي زرسة العقل. يقول لكم ما خوافة. فمشيت لهم وأنا فمي منفوخ. وش أول ما شافني الديريكتور التكنيك قال لي لازم تلعب. مش عمل بروتيج دون قسمه في اثنين، حلي فمي دخلي في نص ونص نلعب بيد واحدة. نلعب بيد واحدة جاب ربي الادفرسير قصيرة برشا. قاعد نلعب اديستانس. أول ما ربحت أنا ما صدقتش عمري يا ركي باش ربحت. هذه أصعب بارتي لعبت؟ هذه أصعب واحدة لعبتها. نخري لا الحمد لله. هذا أصعب واحدة. جوز أصعب واحدة خاطر كندية قوية في النيفو، ولا خاطر أنت وقتها عندك أنا خايفة وقتها، خايفة على الواحد إذا كذا خذيت كونتر لنا مشيت فيها. عرفت كان نلعب مانيش عاتي 100% تاعي خاطر خايفة كان باش نعطي باش تخمر باش ترجع لي. خليني اديستانس خير. في الامور ماكله باش نحكيو شويه امور نيوتريسيون. كي تبداو تلعبوا على الميزان، جماعه البوكس ياسر يهمكم برشا الميزان. كيفاش تخلي ديما ميزانك ستابل، ميزانك صحيح؟ شوف انا كي نبدو معنا كومبيتيشن قريبه ولا حاجه يعملوا لنا ستاج مسكر الماكله هما حاسبينها هما عاملين لنا طيبونا في الوقت. لازم بعد 7 ولا 9 عليف فما حد شيء يدخل، ممنوع اصلا نخرجوا من البيت. هما يعسونا على الماكله على لونترينمون تاعنا. اي حاجه فما اكيد تشيك. حتى التليفون ممنوع. التليفون حتى التليفون ممنوع. بس انا الوحيده اللي عندي التليفون خاطر انا الف دو جور ان نقومهم نخليهم يتلموا وما نعرفش نيه. فانا عندي التليفون يعني مسلكتها خاطر صغيره واحده فبدلوله شوي. تعديت بتجربه خارج الوطن السعوديه كيفاش كانت؟ والله في السعوديه من كانت احسن التجارب اللي عديتها في حياتي، كخدمه كناس ككل شيء. يعني احسن عام ونص عديته في حياتي. غادي انت طلعت السعوديه كاتليت؟ لا ككوتش وقعد نفركس فماش دي كومبيتيشن غاديكا وكل شيء. فعرفت وكانت الصالة أصلا نخدم فيها أنا أول مرة تحل يعني جديدة. فقلت له عارفي قلت له ايش قولك نشاركوا باسم الصالة ومنها تتعرف مع شنو. قال لي فازي. لعبت وقتها بطولة المملكة ربحتها، ومن بعدها كأس المملكة ربحتها. فغاديك حكوا معي الأهلي الهلال الاتحاد. فوقت الاتحاد حكي معي حبيت نمشي للاتحاد. فحكيت مع عارفي قال لي فازي يعني as you like. فمشيت مع الاتحاد عملت معهم كونترا وقتها قبل ما نخرج. يعني هو ما كانش في باله بيك اللي انت بتهز؟ ما كانش يتوقع. لا شو برشا يحقروني خاطر انا ضعيف برشا، وخاصة كي تشوفني ما تعطينيش بوكس جملة. ومن بعد كيفاش كانت تجربة في الهلال؟ قلت مشيت في الاتحاد. في الاتحاد من أحسن زاد التجارب. وقتها وليت ما عادش كوتش، وليت أتليت وكوتش. نخدم ونلعب نترينا. وأنا راني في روحي في خاطر الاتحاد في جدة وأنا كنت في جيزان في أقصى الجنوب حدود اليمن. فنريني روحي تبدأ الكومبيتيشن قريبة إنه قبل بجمعة نمشي للمقر الاتحاد نترينا معهم شوي. تترينا قبل بجمعة من الكومبيتيشن. تجربة باهية كانت. أحسن. شنو حسيت الفرق ما بين أتليت في تونس وأتليت في السعودية؟ فما فرق ولا كانت هي؟ فما فرق أكيد. يعني سامحني هنا لنا ما فماش إنه يشجعوا على البوكس ولا حاجة. أنا كنت مثلا أصغر واحدة في المنتخب، كانت فما فرص برشا أنا نجم نمشي. مثلا كانت فما عندي آخر عملية جونيور وآخر فرصة لي في يعني بطولة العالم. فكنت نحضر 6 شهور ومشيش نقرأ يعني ستاج بلوكي. فنترينا صباح وعشية وقايلة وكله عملتهم الكل. فما فازة صارت في غينيون كيف فيدراسيون إنه فماش فلوس ماكش ماشي. خذيت ديبريسيون وقتها على الآخر. ما عادش نحب نمشي للكيب، ما عادش نحب نمشي نقرأ. وقتها الكوتش بتاعي هو كان ديريكتور تكنيك الله يرحمه مكرم قرامي. هذا كان وقف معايا يكلمني هزني البسيكياتر قال لي شوف شبيها يعني وقف معي الآخر لحظة قبل ما يتوفى الله يرحمه. في السعودية في الدعم شوف ما فماش واحد عنده بزنس يخليك تغيب بالجمعة بالواحد ما يقصلكش من شهريتك. أنا لا يعني يخليني نمشي نسافر وزيد يخلط علي قبل الكومبيتيشن بنهار يعني ولا نفس الكومبيتيشن ويجي يشجعني خاطر يعرفني وحدي. فما يخلينيش وحدي الصراحة، ديما يشجعني يقول لي امشي. فماش وقت نلوج لك يعني نلوج معاك فماش كومبيتيشن اخرين. فما وقتها شو اسمها
الألعاب السعودية وقت على تقريبا مليون، يعني تقريبا 900 مليون تونسي حاجة من هكا. فقال لي ايتا نشوف لك كيف نشارك لك فيها، ألعب واني معاك ما تخافش، ما تخافش من الفلوس، أني معاك واني وقف معي بالكدا. ولعبت فيها ولا؟ لا بس ما لعبتش فيها. علاش؟ خرجت قبل ما نلعب فيها، خرجت من السعودية. خرجت ايه؟ وين تو؟ في الكويت. كيف كوتش؟ كوتش اي في واتليت نانجان. ولا؟ شوف غاديك فماش كومبيسيونات البنات، اما فما كيب ناسيونال هو نفسه اللي راني في الكيب ناسيونال تاع تونس، نفس الموجود غاديك في الكويت. فهكا مره على مره نمشي نترينا معاهم، اما نستنى في كومبيسيون مازال ما فما حتى شيء، كان اولاد فماش بنات. فهكا كوتشينغ انا قاعده نعملو. انا عجبك خير الكويت والسعوديه؟ السعوديه. علاش؟ كناس ما حسنونيش بالغربه جمله. فلوس، يعني واحد متغرب على الفلوس بيان سور. بالطبيعة كدعم كل شيء. الكويت شوف هما ناس باهين، أما عرفت ديستانس، فمش إنه فريندلي، وضع إنه فاميليال كيك. شكون اللايدر نتاعك في البوكس؟ أمريكان. هذه بطلة العالم هندية، كنت تبع فيها، وذيك كوتش متاعي قبل سي مكرم الله يرحمه كان يخدم معاها، وكان عارفتك اللي شجعني يقول لي اذا ما تغيبش في الانترينمون نجيب لك التيشيرت نتاعها ولا نخليك تعمل ستاج معها. هندي. كيفاش اول مره عرفتها من فيلم. عاملين عليها فيلم هندي، فقعد نشرش عليها، فنفس ميزاني قلت انا اصلا كان نوصل نلعب معاها نطلع نسلم عليها ونهبط اكهو. بعد 14 سنه أميمة واجهت العائله، واجهت المجتمع. اليوم عنا بطلة تونسية وبطلة في السعودية. شنو أميمة خارج الحلبة؟ أميمة خارج الحلبة أنا أول ما نخرج من حياة الكوتشينج نقولوا اللي أنا ما نعمل بوكس، نحب نخرج مع أصحابي، نحب نمشي البحر، أميمة ضحاكة، أميمة صاحبة جو. لم كل ما يشوفوني يقولوا أنت مستحيل تعمل بوكس، فنحب الجو نحب نضحك. وأميمة في المجتمع متاعنا ديما عندنا مشكلة اللي الذكر اون جينيرال يتهرب من الطفل القوية. الطفل شو معناها قوية؟ الطفل مثلا تعمل بوكس. كيفاش كانت علاقاتك؟ علاقاتي كانوا شنو يقول لي نفس الموضوع انت قلت لي هم قوية. انا ما نرضاش انك نقول لك انا الراجل وانت المرأة. هو اوكي الرجل والمرأة مش ديما، فكانت عندي مشاكل وكل شيء، ما الحمد لله تو عندي واحد في حياتي الحين يعني يسبورتيني، لانه خاطر هو اوريدي يعمل جيجيتسو فسبورتيف. يعني لازم يكون فما سبورتيف في حياتك باش ينجم يتعايش معك. شو بالنسبة لي انا فما الناس نعرفهم بالنسبة لأي سبورتيف بالنسبة لأي أتليت باش يتفهم، بخاطر اذا واحد تجيب واحد عادي وواحد سبورتيف مش باش يتفاهم، مش كيما تعدل المعاناة اللي تعديت بها انت، مش كيف مش نفس الحياة، مش نفس كل شيء تجارب، فمش باش يحس بيك مهما يحاول سبورتيك جست بالكلام، يعني مش باش يدز معاك. الرجل المثالي بسم الله انا تو تحس روحك ماشي في الثانية صحيحة؟ على الاخر انا واحدة مهبولة، واحدة مقربة مهبولة، لازم واحد يهدني، هو يهد فيا بطريقة باهية. هم يقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، أو معك أنت وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم، رجل أعظم. هو كان سبورتيني على الآخر بالرسمي، يعني لازم مهم إنك تختار البارتنر بتاعك. إذا اخترت واحد ما يفهمكش مش نفس كل شيء في حياتك بشي يهبطك معاه، بشي يهبطك للآخر اللي انت يعني حياتك مربوطة كان بيه وما عندك حد شيء يعني في الدنيا هذه. فلازم المرأة تعرف تختار الراجل في حياتها، هو بش يعني باش تطلع يطلعوا معها، هو باش يطلع يطلعها معها، لازم يدزوا مع بعضهم الزوز. ومانا في المسيرة بازر صاروا لك طرف؟ أكيد برشا. أعطينا شوية طرف اللي صاروا لك. شو أول يعني طرفة صارت لي وقت سافرت أول تورنوا علي انترناسيونال للجزائر. مازلنا احنا في وقتها أول مرة نشري تليفون، كنت استعمل في تليفون ماما، شري تليفون حتى صار مصرفة فلوس ومخليتهم في التليفون من تالي. قاعدين في البيس ميني بيس متاع ليكيب وش ياخذنا من الأوتيل للصالة، ومعنا الدرك ولا هي الشرطة متاع الجزائر. قاعدين قدام الشرطة قدامنا، وجاب ربي سيركولاسيون، جاب ربي حالين الشباك وقاعد نعمل في سيلفي مخرج التليفون ويتعدى زوز بالموتور ينطر لي التليفون، ما نعرفش بالرفلكس شدته من الكابيوش من تالي، عرفت نصي لبرا ونصي لداخل. جاب ربي صاحبتي تشد فيا
وركحت بالبونية فيه. ركحت لين خديت تليفوني قفلتها بكروشيه. قفلتها بكروشيه، راسه تضرب في البلار وطاح وقتها، وسكرت الشباك. ماشي في بالي الكوتش معايا، ماشي في بالي عرفت كنت مانيك عليا مسنية كيو وتعدى. ومشينا عادي للصالة، أنا طالعة الرينج ويجيني الشرطة. أنا في بالي يعني تعرف اللي أنت واحد يعمل سبور دو كومبا ممنوع عليه يضرب الناس البرا. في بالي أنا في مشكلة، حتى ما يعملش ممنوع عليه. ما كومام يعني الحاسد. ففي بالي في مشكلة يعني فزيت في بلاد الناس. طالع كان الرين قال لي يومين ما لحظة نحكوا معك كل شيء. تحب تشكي بيه طفل؟ طيحت لي قلبي. مسمح دنيا واخر. المهم خديت تليفوني ما يهمنيش. بعد جاني تليفون من المدير الفني قال لي بعث لك انا تلعب ولا تعب في المشاكل. كانت هذيك اول طرفه لي في الليكيب. هي اكيد كانت ريفلكس عاديه انه واحد ينطر يعني باش ترجع له. انا ما نشجعش يعني على العنف، وبالعكس يعني انا ضد يعني انك تستقوى على واحد اقل منك يعني كل شيء. خلف هذاك اللي كنت أنا شيطانة شوي في الستاجات، كنت ما خليهمش يرقدوا جملة. جملة. عرفت اللي يطفوا بها النار، نعرفش اسمها هما يقايلوا. أنا ما نقيلش. أنا منترين 3 مرات في النهار، هم يقايلوا ما حكيت من نص النهار لما 3 حاجة من هكا. أنا ما نقيلش، أنا نرقد بكري. أنا 7 9 8 تقاني راقدة. فنخليهم ما يقايلوا الناس الكل. نمشي نعبي يدي بها ندق الباب، أول ما يحل الباب في الوجه طول على طول. شيطان القايلة بالضبط. الكوتش يعمل لي وقت نبدا في ستاج في عند راهم ولا حاجه. عرفت احنا ماشيين للصاله فما كلعين وتاع الماء وكل شيء. يهبطني يقول لي وما انت صغيره واحده امشي اهبط عبي الماء. انا هبط نلعب الماء يمشي وخليت نبدا نجي وراك الكار. يعقب فيا على كيفاش نخليهم مش يرقد. ويقول لك وميمة العباد اللي تعمل سبور دو كومبا في الشارع، يعني سبور دو كومبا يخليهم في الشارع اريض من هكا. اسكو انت كي تصير لك موقف في الشارع كيفاش تتصرف؟ مش بالسهل انك ان تخليك يعني تنرفزني او تخليني نضرب على طول. انا كنت نرفزيه، كنت اخواتي الكبار اخواتي الصغار الكل اخذوا ما عندي الضرب. اما بعد لا وليت هادئه. مش يعني نحس حاجه تافهه يعني علاش باش نخسر عليك طاقتي معناها تلمو معناها. وليت جابده روحي من المشاكل، مش جابده روحي من التنرفيز وكل شيء. قالت لي ماما قريب تمرض اخرج من البيت يعني تكلم ميسالش يعني مع اخواتك عادي. يعني تفدلكتوا بالضرب. انا اخواتي ما نحبش تفدلك معهم بالضرب من البعيد البعيد يعني. بزرة فما خطوط حمراء يعني اكيد يعني فما اكيد يعني. صارت لك مرة ضربت في الشارع؟ في الشارع ايه صارت لي هي فازة وقت مروحين من أي وحدة ماخذين من المنزه للباساج. احنا مروحين بنات ولاد وفما واحد انطر كاسكيت مع طفل معانا في حي الخضراء. جبت له الفران هبطنا عطينا تراح خدينا الكاسكيت ومشينا. عندك مع النطر. شنو اخر علمك البوكس؟ علمني الصبر برشا. كنت انا عارفك اللي نحب حاجتي تو تجيني تو لا وليت نصبر خاطر الكومبيتيشن. تعرف انه تصبر باش الميزان نتاعك مريقل، تصبر باش الفيزيك نتاعك مريقل، التكنيك نتاعك كل شيء. فعلمني برشا صبر. الروح القتاليه اللي فيك، خاطر كل ملاكم ولا كل انسان يلعب في سبور دو كومبا لازم عنده روح قتاليه. اسكو انت اكتشفتها وقت اللي انت صغيره ولا كي بديت تعمل بوكس؟ شو انا ماما كانت تشجعني قبل ما حتى قبل البوكس كانت تدخلني كونغ فو. كانت يعني عمري 6 سنين هكاك. انا كنت ضد ما نحبش الجمله. من بعدها وحدي قلت لك مشيت كذبت عليهم ما نعرفش اليوت كان اقل شوي منه مش انه بوكس. من بعد الكوتش هو اللي حببني فيه. حسيت خرجت طاقتي شويتين نعمل فيها خرجتها في البوكس. يعني خليني نكون يعني أهدى. عندي بلاصة نخرج فيها طاقتي نرتاح. يعني مازلت باش نعطي يعني مازال إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله شعنا في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. أنا نخمم تو من كل السعودية للكويت فما بلاد جديدة باش نمشي لها. بحيرة بين زوز مازلت ما نعرفش. تحبش تقول شنو؟ مازال هم في الخليج، مازلت في الخليج بين زوز حيرة بيناتهم. أما حتى في مخي إنه نرجع نقول لك اللي هي الألعاب السعودية خاطر بهية أنا ننجم إنه نهبط لتونس نحل سال دي سبور يعني باش نشجع خاصة النساء إنهم يلعبوا بوكس. خاصة تعرف اللي يعني في تونس ماخذين فكرة خايبة على
البوكس الفيمينا يعني. فخاصة الصغار يعني من هم صغار خاطر لازم تحببهم من هم صغار باش يكبروا يعني هم حابين هذايا ويعطوا ما عندهم في هذايا. ان شاء الله كان يسهل لك ربي وتجيب صغيرات خليهم يعملوا بوكس ولا ان شاء الله اذا جبت صغار يعني كي يكبروا شوي واللي يحبوا هم يعملوه يعني نشجع البوكس. تشجع نشجع حتى كان البوكس بني حتى اكيد بيدي سقيه نشجع ندز معاه. لا نشجع البوكس نشجع على الاخر زاد. خاطر فما برشا ديزاتليت يقول لك صغيري ما نحبوش يتعدى بالتعب اللي تعديت به يعني نحبوا يختار مثلا حاجه اخرى. لا شوف انا ان هم شنو يحبوا النجم. انا مثلا بنتي ولا ولدي نخلي نحطه مثلا بنتي تحب بوكس نحطها جمباز ما تحبوش فما مش تعطي ما عنده. ديت لازم واحد يعمل حاجة يحبها. إذا يعني إذا أنا مثلا في البوكس قاعدة نبدأ إذا في حاجة أخرى لا فما خاطر ما نحبهاش ما نعرفش نعطي جسمي أصلا بدني مش يعطيني يعني مخي مش قابل الجملة يعني نحاول نقنع لا. فصغاري إن شاء الله كي يكبروا نخليهم يعملوا كل شيء هما اللي يختاروا. أنا ندز معاهم خاصة في البوكس ندز معاهم بيدو سقاي الآخر نفس. وما كان جيت سحبت قرار نعطيك ورقة وستيلو تنوتي لي 3 حاجات شنو أول 3 حاجات تبدلهم في البوكس في تونس. البوكس ركز مع البنات البوكس البنات أول حاجة. ثاني حاجة نركز إن هو الكوتشز يكونوا زاد الكوتشز بنات لازم علاش ديما ولاد. ثالث حاجة إنه الدعم لازم ندعمه دعم أنا ناحية دعم فلوس ونفسية خاصة نفسية البوكسير الساعة خاصة قبل الكومبا لازم واحد يعني لازم يدز معاه خاصة الكوتش لازم يكون عنده دعم. مش شفنا كوتي فلوس نحكي لك على أنا مثلا الكوتش متاعي كنت نحبه برشا وهو اللي حببني في البوكس فما نجمش حتى كي كوتشيني واحد آخر نحط هذيك بين كلامه في وذني وحطه صوته بين عيني ما نجمش يعني نقعد يعني ما الكلهم نحبهم الكلهم نقدرهم. أما الكوتش الأول واحد اللي علمني ما نجمش ننسى الجملة لحد الآن يعني. وما قدامك ميكرو مقابلتك كاميرا حب مساج للرجال اللي مغرومين جدد بالبوكس كملوا لازم تكملوا في البوكس. أنا عديت برشا حاجات وصلت دبرمت وصلت برشا يعني خذيت الضرب تقريبا اضطرت من الدار صاروا برشا ديجيست الحمد لله. كانت فما ناس حتى إذا فماش ناس في حياتك دز للآخر. أنا وصلت كذبت على دارنا باش نوصل ما تسلموش في حاجة تحبوها جملة. نشكرك أميمة مرحبا بيك على الصراحة على المعلومات إن شاء الله تشرفنا مرة أخرى. عايشك وبيك أكثر. هكا وصلنا لآخر حلقتنا اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم. معكم محمد بن علي إن شاء الله نتلاقاو في حلقة جديدة وقصة جديدة ورواية جديدة. ما تنسوش باش تعملوا أبوني على الشين يوتيوب انستغرام تيك توك وفيسبوك باش يوصلكم جديدنا ومرحبا بالناس الكل.